اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأرحب بكم على الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، ومع برنامجكم اليومي هلا سألوا، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل مساء للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. وأرحب بالغ الترحيب بضيفي الفاضل الدكتور سعيد بويزري، أمين المجلس العلمي بولاية زيوزو، والدكتور المحاضر بجامعة العلوم القانونية بذات الولاية. دكتور سعيد، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، إن الناظر بعين البصر والبصيرة إلى الخلق يجد عجبا، فيجدهم غادين جادين في بيع أنفسهم، ففائز رابح ومغبون خاسر. فائز دان نفسه وإلى العلياء ارتقى، فكان العاقل الفطن الكيس ذا الذكى، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. وخائب خاسر باع دينه بعرض من الدنيا، وكان كمن أدخل في جحر يدا فأخطأ الأفعى ولاقى الأسودا. فهمه في الليل خمر ونسى، وهمه في الصباح أكل وكسى. والناظر أحبة الإيمان إلى هذين الصنفين من الناس يجدهم غادين في بيع أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، أو بائع نفسه فموبقها. بين هذين الرجلين دكتور سعيد تتقلب الحياة، بين الربح والخسارة، من باع نفسه وارتقى إلى العلياء، ومن خسر نفسه وسقط في حضيض الغبرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث الذي قدمت به أخي محمد صالح يعتبر من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. في ظلال هذا الحديث وفي ظلال الأحاديث المشابهة، لأنه من الفهم الموضوعي للأحاديث أو القاعدة التي تتطلب منا جمع النصوص المتعلقة بالموضوع ذاته، نستخلص جملة من الخلاصات. الخلاصة الأولى أن الموازين التي تحكم الإنسان المسلم هي موازين الشريعة، موازين الربح والخسارة. إذا ابتعدنا عن شرع الله عز وجل تختل الموازين، فقد يعتمد الإنسان على عقله وفكره ويفكر في مآلات التصرفات والأفعال، فيعمل من أجل تحقيق الربح المادي في هذه الدنيا الفانية دون النظر إلى عواقب الأمور. فهذا في الحقيقة غافل. وربنا يقول في آية القرآن في سورة الأعراف في الآية 205: ولا تكن من الغافلين. فإذا لم يهتدي بهدي الوحي، فإذا لم يهتدي بهدي النبوة، سوف يربح طبعا بميزان الدنيا، بميزان الإنسان العادي، سوف يربح يعني متاع الدنيا الزائل، ومتاع الدنيا قليل. هذا المتاع سوف يزول في النهاية. يعني المتاع منذ خلق آدم، وليس حياة الإنسان. نعم. قد يتخلى عن الإنسان وقد يتخلى عنه الإنسان. يعني كل ما يملكه الإنسان من مال في هذه الحياة إما يتخلى هو عنه بأن يموت، وكم من إنسان مات وخلف خلفه وترك وراءه مواريث وأموال، عقارات ومنقولات لغيره. فإذا حصل هذه الأموال من الحرام، من غير الطريق المباح، من غير الطريق المشروع، خلفه ورثته يتمتعون به، وهو يعذب بسبب هذا المال الذي جمعه وجمعه في دار الدنيا من حرام. هو يعتقد في الدنيا أنه رابح، أنه فائز،
أنه فائز. وهذا لم يكن كيسا ولم يكن فطنا. لماذا؟ لأنه اجتهد في ربح الدنيا ولكن خسر الآخرة. فإذا كانت الدنيا دار ممر فإن الآخرة دار مقر. ولكن الكيس الفطن هو الذي يزن يعني أموره بموازين الشرع. وربنا يقول في سورة الجاثية على سبيل المثال في الآية رقم 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كل من لم يتبع شرع الله عز وجل واتبع هواه سيكون من الخاسرين في النهاية، وسيكون من النادمين حيث لا ينفع الندم. ولكن المؤمن الكيس الفطن هو الذي لا يرقع دنياه بتمزيق دينه. وقد قال الشاعر زمان، قال: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. ولكن المؤمن الكيس الفطن هو الذي يتفطن إلى هذه الموازين، هو الذي يعمل بموازين الشريعة الإسلامية. فإذا رزقه الله عز وجل بمال الدنيا يملكه ويتمتع به ويتصرف فيه وفق شرع الله عز وجل الذي يؤكد عليه أنه مالك لهذا المال، ولكن ملكية تفويض وإنابة واستخلاف، لقوله تعالى في سورة الحديد الآية 7: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا أوبق نفسه. ولكن هذا الصنف الثاني الذي تكلم عنه الحديث النبوي. نعم. أما الصنف الآخر فهو من الخاسرين، يربح هذه الدنيا هذا المتاع الزائل، ولكن يندم في النهاية في الآخرة. والآخرة دار الخلود، ذهاب بلا عودة، موت بلا رجوع. لا نعود مرة أخرى إلى الدنيا فنملك عمرا واحدا ونملك دنيا واحدة. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ينصحنا ويوجهنا ويرشدنا لكي لا نكون من النادمين يوم القيامة ولا نكون من الغافلين. فالإنسان الذي يهتدي بهدي النبوة لن يضيع إن شاء الله وتعالى، ويكون كيسا فطنا. بالمناسبة في بين قوسين يعني في فهمنا للأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مما ذكر في هذا الباب أن أحدهم يعني قرأ هذا الحديث لم يقرأه كيس فطن ولكن قرأه كيس قطن، يعني هكذا. كإشارة لطيفة يعني يذكرها العلماء باش اللي يقرأ الأحاديث واللي يقرأ النصوص عموما، نصوص الوحي، لابد أن يدقق النظر في فهم النص من ناحية اللغوية لكي لا يخطئ. ثم بدأ يشرح بعد ذلك فيقول المقصود بذلك أن المؤمن قلبه طاهر أبيض مثل القطن وهكذا وخفيف من القطن. طبعا كل هذا الكلام غير صحيح واستنتاجات غير صحيحة، لأن الأصل بني على فساد، يعني فساد المعنى، فساد الفهم. فما بني على فساد المعنى طبعا ما بني على باطل فهو باطل. شكرا فضيلة الدكتور سعيد، بارك الله فيك على هذا التوجيه وهذه النصيحة الطيبة. إذا نتواصل مع إخواني وأخواتي على الأرقام الهاتفية 021 37 42 87 021 37 45 64. هل في مكالمات؟ نعم. إذن ريثما نستقبل المكالمات. سؤال فاطمة الزهراء من معسكر تذكره فضيلة الدكتور الأسبوع الماضي اللي تكلمت عن البيع الصوري اللي جعله زوجها عليها وعلى بناتها، يعني هو شاف حالة من الحالات وخاف على بناته فأقدم على مثل هذا. نعم. الجواب: أختي فاطمة الزهراء، كما وعدناك في الأسبوع الماضي أجيبك الآن بما يأتي بيانه. أولا المواريث رب سبحانه هو الذي وزعها على الناس، وأنت تعرفين يعني اقرأي سورة النساء الآية 7 وما بعدها، وإن رب سبحانه يفصل أحكام المواريث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخره. وبعدين في تفاصيل في القرآن الكريم، وبعض التفاصيل ورد أيضا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت قلتي باللي أنتم عندكم غير بنات، يعني أنت مع زوجك ربي رزقكم غير بالبنات، أعتقد ابنتين، أعتقد هكذا، بنتين. دكتور تأذن لي الله يحفظك، طبعا فيه مكالمات. نعم. لا نطيل على أصحابي حتى لا نفقد التواصل مع محمد من العاصمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أستاذ. مرحبا أخي. الله يهنيك، بارك الله فيكم. وإياك سيدي الكريم. نورتنا. الله ينور قلبك ويعمر بالإيمان يا رب. إن شاء الله. يا رب. والله يجيبكم نور على نور يا أستاذ، ليك ولفضيلة الشيخ. ولك مثلها ولإخواني جميعا الذين يتابعوننا ويشاهدوننا. الشيخ عندي بعض الأسئلة
فيما يخص الصلاة. تفضل سيدي. صلاة مثلا تحية المسجد في كل إمام فوق المنبر. نعم. هل فيه صلاة تحية المسجد ولا لا؟ نعم. هذه الأولى. ثانيا. أسمع يا شيخ. نسمعك جيدا، أسمعك بوضوح. تفضل. ثانيا صلاة تحية المسجد دائما بين العصر والمغرب. نعم. احنا نسمعوا باللي صلاة بين المغرب والعصر ما فيش صلاة، ما فيش تحية مسجد. نعم. ولكن كاين بعض من الناس يديروها مور الأذان تاع المغرب. هل فيها صلاة تحية المسجد ولا لا؟ هذه ثانيا. نعم. وثالثا يا شيخ مثلا في رمضان. في رمضان نعم. مور التراويح نصلوا التراويح ونصلوا الشفع والوتر، وتلقى ناس واحد اخرين يزيدوا يصلوا. يعني بعض من الانسان يعني يقولوا مثلا كي تصلي الشفع والوتر خلاص ما في صلاه. نعم. وهما يزيدوا يقولوا مثلا كاين اللي يزيد يصلي النوافل. نعم. هذا ما ثلاث اسئله يا شيخ وتبارك الله فيك. وفيك البركه سيدي محمد. يا استاذ اذا كان ممكن نتكلم مع فضيله الشيخ على الخط الداخلي ان شاء الله تعالى. فقط ابقى على الخط، ما تقطعش المكالمه، يتواصل معك زملائي من عارضه الإخراج. بالسلامه سي محمد. شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله. أنس من المدية. نعم. أنس. نعم. نعم يا أنس، اسمع إليك إذا كنت. تفضلي. نعم. سيد فضلك بارك الله فيكم. وفيك البركة. نعم. إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك في المشايخ إن شاء الله، ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم يا رب العالمين. ويجعل حسناتكم إن شاء الله. وإياكم. إن شاء الله. أخي عندي سؤال. أنا كنت ضحية زواج زوجة ثانية. تزوجت من إنسان يعني كان متدين، يعني خدعنا بالدين، ثم يعني قال لي ارجع إلى بيت أهلك في مدة مكوثي في بيت أهلي يعني بدون مشاكل. قال لي ارجع إلى أولادك لأن أنا كنت أرملة يعني، كان هو الزوج الثاني. قال لي ارجعي يعني اجلسي أيام في بيت أهلك مع أولادك وأنا أجلس مع أولادي مع الزوجة الثانية. يعني قلت له أنا موافقة. يعني فجأة بدأ يتغير كلامه التجاهي وقال لي يعني الطلاق. اتطلقنا، ولكن المشكل يعني مش مشكل الطلاق تم. المشكل يعني في الوثائق القانونية. أريد أن أستفسر الدكتور يعني بما أنني كنت أنا الزوجة الثانية، يعني لجأنا إلى تثبيت زواج عرفي في المحكمة. نعم. ويعني والإجراءات يعني وقفت في النصف. يعني جبت باش نروح للبلدية، يعني المحكمة خلاص بعطني الجوجمون تاع يعني هذا باش توثيق هذا الزواج في البلدية. وعندما حصل الطلاق رفض الزوج أن نثبت هذا الزواج في البلدية باش ندور. كاين شهود في تقولي المحكمة أعطتكم حكم قضائي. أنس. أنس. نعم. اتركوا هاتفها هذه. أنس إذا تسمعيني رجاء اتركي الرقم الهاتفي رجاء إذا كنت تسمعين إلى المكالمة. لا بأس إن شاء الله. هل فيه مكالمات أخرى؟ نعم. من فرنسا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام. بارك الله فيكم في هذه الحصة. يبارك فيك الرحمن تعالى. وفي الشيخ الكريم. شكرا. الله يبارك فيك. عندي سؤال. تفضلي يا محمد. أنا طفلة مربية. نعم. والأم تاعي قبل ما تموت الله يرحمها كانت مخلية السيارة، وقبل ما تموت قالت لهم بلي هذه السيارة تاعت بنتي، وكما الله يرحمها دوكا ما عرفتش هذه السيارة هل نقدر نعطيها لمواليها ولا نخليها عندي لخاطرش ما طالبونيش بها هما. هذه رباتك وليست الوالدة نتاعك؟ لا رباتني الله يرحمها. واش قالت الصياغة تخليوها للزوج؟ هذه قالت لهم الصياغة تخليوها لبنتي. لمن قالت قالت لخوها اللي مازال حي. الصياغة يخليوها لبنتها؟ ايه. قالت لخوها انا لي عليا بس. ليها هي. نعم. هل نعاود نرجعها لهم ولا تقعد عندي لخاطرش ما طالبونيش بها؟ وهما سامعين بهذه الحكايه ولا لا؟ هما سامعين بهذه الحكايه لخاطرش خلات زوج سنادق واحد فيه سياره واحده اخرى وقسمتهم على زوج خضرات. وراضيين بهذه الوصيه الورثه تاعها؟ هما كانوا راضيين بها
هي خلاتها عند مرت خوها وقالت بلي هذه السيارة تاع بنتي. يعني راهم على رضاهم، يعني ما بدلوش كلامهم. هما ما بدلوش كلامهم. نعم واضح دكتور. ايه نعم. وعندي سؤال لا ماشي ليها هي اسمحي لي، الصياغه ليك انت ولا البنتها؟ لا لي انا، هي ما عندهاش طفله. اللي انت اللي رباتك يعني، وليست ابنتها كما قلت. هي ما عندهاش دراري. اذا وصلت ليك انت. السؤال الثاني. نعم واضح. السؤال الثاني يا ام محمد. السؤال الثاني، ما حكم انسان يتهم انسان بانه منافق؟ نعم. وبارك الله فيكم على هذه الحصه. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا. يا شيخ. نعم. على الصياغه هذه هل نخرج عليها زكاه ولا ما نخرجش عليها؟ شحال فيها جرام هذه؟ ما على باليش شحال فيها. تلبسيها ولا لا؟ نلبسها، هي بدايتها نلبسها. ما كيش ناويتها للبيع ولا؟ لا. نعم واضح ان شاء الله. صح، بارك الله فيك. السلام عليكم. صباح من سطيف. نعم صباح تفضلي. نعم يا صباح. نعم يا صباح تفضلي. صباح تفضلي. نعم. الو السلام عليكم. وعليك السلام يا صباح. عنكم الله على الحصة الطيبة. عنا وعانك على بره وتقواه إن شاء الله. عندي سؤال ممكن على الزكاة؟ تفضلي. نعم. عندي قيمة 80 مليون. نعم. مانيش عارفة قد نخرج عليه الزكاة. ثم هذه 80 مليون. 80. ما أنا مطلقة، عندي ابن. النفقة هذه تاع ابني. وأنا عاملة كما نقولوا عاملة حرة. عندي مفروض يعني ما نصرفش من هذيك النفقات تاع ابني. يدفع له الطلاق تاعي. ممكن نعرف يعني هذه يجوز فيها اسمحي لي، النفقة هذه نفقة ولدك مخلطتيها مع 80 ولا وحدها؟ هذه هي النفقة نقولوا يدفعها زوج الطلاق تاعي. ما ننفقش فيها منها على ابني. اسمحي لي، عندك 80 مليون تخرجي منها الزكاة، والنفقة تاع وليدك داخلة في 80. لا هذه هي النفقة اللي يدفعها الطليقين، ما ننفقهاش على ابني. أنا ما عندي مدخول تاعي الخاص. يعني هذا دراهم ولدك ماشي دراهمك؟ هاي دراهم الابن تاعي. السؤال تسألي على الزكاة فيها؟ هاي زكاة قداه دفعت بالتبقير. وقتها حال عليها الحول؟ دفعت عام الأول أول مرة حال عليها الحول هذا الشهر، وهذا إن شاء الله ناوية. يعني في شهر صفر هذا اللي رانا فيه؟ هذا اللي أنا داخلين فيه إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال واضح دكتور. وسؤال ثاني ممكن؟ تفضلي. أنا طلعت بالمصحف، يعني النافذة تاعي نصليها بالمصحف. أنا حاملة. ما فهمت سؤالك الثاني، عاودي السؤال الثاني الله يرضى عليك. الصلاة من المصحف. الصلاة من المصحف الشريف. نعم. إيه حاملته ونصلي به. إيه. الجائزة صلاتي ولا لا؟ النافلة باك ليس له. في النافلة. الصلاة المكتوبة. واضح إن شاء الله. واضح يا أختي واضح. ممكن نبقى الخط الثاني؟ ممكن لك ذلك. شكرا، مع السلامة. إذن مع فاطمة الزهراء من معسكر دكتور سعيد والبيع الصوري الذي حدثتنا عنه. باش نذكر السادة المشاهدين، فاطمة الزهراء عندها زوج بنات. نعم. وزوجها مادام ما عندوش أبناء بغى يخلي هذا المال واش يملك لبناته ولمرته. تركوا ذرية خافوا عليه. خافوا، ولكن نعم بسبب هذا الخوف دار عقد بيع. وحنا سألناها المرة اللي فاتت. نعم. الأخت فاطمة الزهراء، هل ترى هذا البيع يعني حقيقي أم صوري؟ بيع صوري. معنى إذا كان بيع حقيقي معناتها هو يسلم لهم العقار مثلا السكنة وتراب وكذا، وهما يعطوا له دراهم. هذا نقول عقد حقيقي. يجوز للأب أن يبيع لأولاد بناته مثلا. نعم. يجوز أن يبيع لزوجته لاستقلال الذمة المالية بين الزوجين عادي. طيب، أما أنه هي قالت ما كانش يعني هكذا قال في الكاغط في الوثيقة عند الموثق باللي شغل باع ولكن ما قبضش الثمن. لذلك احنا قلنا هذا عقد بيع صوري. واش نقول لك يا أختي فاطمة الزهراء؟ من حق الإنسان أنه يخاف على بناته.
من حق الإنسان باش يحاول يخلي لهم بقدر الإمكان ما يؤمنوا والتأمين من الله عز وجل لهم مستقبلهم وما يتكئون عليه. نعم، في حياتهم، خاصة إذا كان خايف، خاطر لأنه حالة بحالة يا أخي محمد صالح. هو قال شاف يعني بنات يعني هضمن في حقهن من بهذا التصرف. نعم. فإذا كان خاف أنه غدوة كيموت، ربما بناته يضيعوا، ربما العائلة كان بزاف اللي ما يهموش يعني أمر البنات إلى آخره، من حقه باش يعطي لهم هبة دوناسيون بلا ما يدير العقد هذا، لأنه الشريعات تأمرنا بالصدق. ولكن دكتور الهبة إذا لم يجيزها الورثة هل تمشي؟ لا، سنشرح كلها التفاصيل. نعم. إن شاء الله. بارك الله فيك على السؤال محمد صالح. نعم. أخويا ذلك يا أختي فاطمة الزهراء ركزي معايا مليح. الشريعة الإسلامية تبني أحكامها على الصراحة والوضوح تماما، وما كانش فيه مجال للكذب. لو مثلا هذا زوجك دار عقد اكت دو فونت كي شغل باع لك ليك والبناتو، ولكن انتم ما عطيتولوش دراهم، هذا عقد بيع صوري يعني ماهوش حقيقي. هذا أسلوب ماهوش مليح. اللي مليح هو لماذا؟ لأنه هو ذكر بأنه باع بمقابل كذا وكذا، أكيد، وهو لم يستلم المال. نعم. معنى الصدق ماهوش متحقق 100%، ماهوش متحقق. والمسلم لازم يكون صادق مع نفسه ومع الله، والصدق يهدي إلى البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب يهدي إلى الفجور. على خاصة عندنا حلول أخرى. من هذه الحلول كاين حل اسمه الهبة. كي تروحي المادة مثلا المادة 202 من قانون الأسرة، من المادة 202 حتى المادة 212 كاين أحكام نتاع الهبة دوناسيون، دارها المشرع الجزائري في القانون 84/11 تحت عنوان التبرعات المالية. كان فيه الهبة، كان فيه الوصية، كان فيه الوقف من الحبوس. طيب يا سيدي، ما نقول لكش يدير الحبوس، ما يصلحش، ما يصلحش، يعني فيها مشاكل، يعني فيها مشاكل في هذا الموضوع، لأنه ممكن واحد يدير الحبوس باش كما نقولوا يعطل قواعد الميراث. وعندنا قضايا الحبوس كثيرة جدا. نعم. وين تلقى واحد يخلي يخلي الحبوس للأبناء الذكور، يقول لك أنا أنتفع بهذا الأرض وكذا والسكن إلى آخره. حتى المشكل اللي من بعد من حبس عليه كذلك. أولاد يعني الهالك يحبس على شخص. نعم. أولاد هذاك الشخص. نعم. يقع بمشاكل كبيرة. بارك الله. المشكل دائما مطروح. ديما يتفاقم. أولا كما المشكل ذكر أخي محمد صالح صحيح. نعم. هذا مشكل. وكاين مشكل آخر، استبعاد البنات. كاين اللي على الحبوس قرينا المئات من الحبوس، المئات على يقين مما أقول، مئات من وثائق الحبوس هذه واش يكتبوا فيها؟ يقول نخلي هذا الأرض وهذا السكنة وهذا كذا كذا نخليه على أبنائي ماشي أولادي، يعني البنات هو بعدهم. وينسبوه لأبي يوسف. وينسبوه لأبي يوسف يعني. نعم. صاحب أبي حنيفة. نعم. يقول لأبناء الذكور، وبعدين وإذا ماتوا إلى أبنائهم، وبعدين يقول ما تناسلوا وتسلسلوا في الإسلام. نعم. يعني هؤلاء البنات كاع حرمهم. هل يصح تعطيل قواعد الميراث التي شرعت في الإسلام؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آيات المواريث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني هل يجوز عقلا ونقلا أن نعطل قواعد الميراث لهوى في النفس؟ معنى واحد يقول ولادي ما يديوش، نخلي غير لبناتي، وممكن واحد آخر يديرها العكس، والله أعلم. والمشكل يطرح دائما، وكم من قضية طرحت الآن على المستوى الواقع على مستوى المحاكم بسبب هذه الحبوس. ما نقولكش الوصية أيضا. لماذا؟ لأن الوصية ما يخليهاش البنات ولا لك انت. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. لماذا؟ لأن تطبيق الوصية يكون بعد وفاة المورث، بعد وفاة المورث الموصي. والورثات عندهم حق الإجازة وعندهم حق الرد، حق الرفض بعد ما يموت، ونسأل الله له يعني طول العمر مع صالح العمل. الوصية هذه لا تطبق شرعا وقانونا
إلا بعد إجازتها من قبل باقي الورثة بشرط أن يكونوا من أهل الإجازة. وإذا كان أحدهم قاصرا فالولاية تعود إلى القاضي باعتباره هو صاحب الولاية العامة، في تفاصيل فقهية وقانونية كثيرة. ما تدخلوش في موضوع الوصية. حنا ننصحكم النتيجة باش نخلوا الوقت لإخواننا وأخواتنا. زوجك يروح يبطل هذا العقد، يروح للنوتير يبطل هذا العقد ويرجع الممتلكات نتاعو، ويروح يدير دوناسيون، هبة، يخليهم مثلا سكن، يخليهم قطعة أرض، يخليهم حانوت، ما كان حتى حرج، وهذه مشروعة شرعا وقانونا. ولكن ننصحه ماشي جميع ممتلكاته يمدها في شكل هبة، لا. لماذا؟ دائما فيه نية حرمان الورثة الآخرين، والشرع ما يقولش هكذا. عنده حق، عنده إيمارج، عنده كما يقولوا مجال باش يؤمن مستقبل بناته. علاش يقول له كان هذا السكنة ما كتباش على بناتي ممكن كي يموت يخرجوهم، أليس كذلك؟ نعم. يا أخوي عندك الحق، الشريعة تستجيب لك بإباحة هذه الهبة أن تمنحها لبناتك أو لابنتيك وزوجتك عادي. والهبة مما تختلف عنه عن الوصية الاختيارية أن الهبة تنفذ حال حياة الواهب، يعني في حياته، زوجك في حياته يدير دوناسيون مرتاح، مش كما الوصية. الوصية تنفذ بعد وفاته. الأمر الثاني أن الوصية محددة بالثلث، لو ماكسيموم، الحد الأقصى. لا وصية لوارث صحيح، ولكن وأيضا حتى الوصية لغير الوارث لا تصح أن تكون أكثر من الثلث، وما زاد على الثلث يكون موقوفا أيضا على إجازة الورثة. أما الهبة فما هيش محددة بالثلث، ممكن يخلي النص، ممكن يخلي أقل، ممكن يخلي أكثر. المهم يخلي لهم المكان ولا الأرض ولا السكنة اللي يعيشوا فيها عادي وراه مرتاح. أما باقي إذا كان ربي يفتح عليه عنده أرزاق أخرى يخليها. ثم في النهاية مع أنت ماش عارفين شكون يموت الأول. ممكن ماشي زوجك اللي يموت الأول، ممكن يموتوا بعيد الشر، كما نقول كل واحد مانيش عارف. المهم لكل أجل كتاب كما قال القرآن الكريم، مانيش عارفين شكون يورث الآخر. بعض الناس يكثروا من الحسابات يا محمد صالح في هذا الموضوع. نعم. يدير في بيقول فلان هو اللي يموت الأول، والله ما عارفين. وكاين آباء داروا وصايا لأولادهم ولو في الآخر ولادهم ماتوا وهم أحياء، يعني هم اللي ورثوا ولادهم. وقعوا في مشكلة. نخلوا الأمر عادي، يدير السكنة هذه مثلا يخليها لبناته، والسلام عليكم وعليكم السلام، مفرات. من بعد ربي قال في القرآن باش ما نتقلقوش، قال نذكر آيتين. الآية الأولى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه وصية باش كل إنسان يطبق الفريضة الشرعية والسلام وتطمئن قلبه وتسكن روحه. الآية الثانية ربي قال ولله ميراث السماوات والأرض، الدنيا كامل ربي اللي يورثها سبحان الله. أما احنا كبشر نورثوها من الغدوة. قرنيش قبيلي ثمور تبديل مولان، ثمور تبديل مولان. جيت يا ربي أي لا ربي ذي غالي ربي. هكا فاطمة الزهراء الله يبارك. ربي يجعل التوفيق إن شاء الله. حياة بنت بسا، المسألة نتاعها يا شيخ تقول ماتت خالتي عام 91 900 وألف. نعم. في حياة الوالد لها أولاد أبناء وبنات. مات الوالد منذ شهرين، له من الأولاد 3 أبناء و4 بنات. هل يرث أولاد خالتي من ميراث جدهم؟ نعم يا حياة، انتبهي جيدا. أولا خالتك ماتت في 1991، تركت أبناء وبنات ذكور وإناث. والد خالتك يعني جدك مات قبل شهرين، يعني في 2014. وطبعا عنده أولاد، هو أيضا عنده ذكور وإناث. بتطبيق القواعد العادية للميراث أولاد خالتك اللي هم أولاد البنت بالنسبة للمورث اللي مات منذ شهرين، أولاد البنت هذه اللي هي خالتك بتطبيق قواعد الميراث ما يورثون ولا شيء، هم محجوبون حجب إسقاط أو حجب حرمان. ولكن في القانون الجزائري قانون 84/11 شفي عليه قانون رقم 84/11 اللي صدر في 9 يونيو جوان 1984 ينص في المواد 169 170 171 172 4 مواد هذه على ما يسمى بقواعد التنزيل، يعني الوصية الواجبة. يعني ولاد خالتك في النهاية نقول لك يورثوا،
ينزلون منزلة أمهم التي ماتت في حياة جدهم، في حياة مورثهم، بشرائط أو بشروط كيف صحيح موجودة راهي في المادة، في المواد 169 حتى المادة 272. من هذه الشروط أنه ما يكونوش استفادوا من وصية اختيارية أو من هبة، أو استفادوا أقل من منابهم عن طريق الوصية الواجبة. فإذا استفادوا أقل من منابهم عن طريق الوصية الواجبة ينزلون بقدر ما يحقق منابهم من الوصية الواجبة. رقم 2 أنه ما يكونوش ورثوا بطريق آخر، ما داوش ميراث. رقم 3 ميراث من يعني مثلا من الجد، خاطر ممكن أحيانا يموت، أحيانا تموت مثلا البنت وتترك أولادها يرثوها، هما يورثوها هي صح. نعم. ولكن ممكن بعد ما يموت بابها هي بابات نعم. هذه المرأة يخلى غير البنات، والبنات يديو ثلثان إذا كان نعم. ولا واحدة إذا كان واحد ثالث والنصف، والباقي يروح عصبة بالنفس. يعني يكون المهم ما يكونش هناك توريث بطريق آخر. وفي شرط آخر لا يتجاوز حدود الثلث، بمعنى كاين 3 احتمالات: ألف باء جيم. كي نديروا عملية الوصية الواجبة أو التنزيل، إذا كان أولاد الخالة هذون يديوا الثلث نورثهم بالثلث من ثلث الميراث. إذا كان يورثوا أكثر من الثلث ننزلهم إلى الثلث. إذا كان ورثوا أقل من ثلث نورثهم بأقل من ثلث. طبعا في عملية حسابية. نقول اللي يهمكم الأخت حياة الآن باش نقول لكم فقط ولاد خالتك يورثوا عن طريق ذكورا وإناثا، ونطبقوا قواعد نتاع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. ماشي أبناء خالتك ذكر يورثوا وبنات خالتك ما يورثوش كما يصنع البعض. الجواب لا، كي أبناء خالتك وبنات خالتك يورثوا جميعا طبقا لقواعد التنزيل الموجودة في القانون كما شرحتها. نعم. وكذلك هما بيناتهم يورثوا طبقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لماذا يحجب البنات أحيانا في المواضع؟ نعم. يعني يورثوا إلا الأبناء فقط؟ لا، أولاد الأبناء، الأبناء فقط. نعم. ذكور دون الإناث. أثرت مسألة في غاية نعم. الأهمية، وهذه لأنها موجودة بكثرة. لما بارك الله فيك محمد نعم. صلاح أخويا. لماذا؟ لأنه احنا ذكرنا هذا في مرة من المرات وكنت نعم. جالس من هذه الجهة ماشي من الجهة هذه. لست معي ومع غيري، مع أحمد طارق. عادي بارك الله فيك، ذكرناه بخير. الله يذكرك بالخير في الإعادة إفادة إن شاء الله. إن شاء الله. يا أخي محمد صلاح، تعرف الإشكال والراه؟ نعم. أنه كلمة الأحفاد في اللغة العربية الحفيد يطلق على الذكر وأنثى. نعم. عليك نور. والولد ذكر وأنثى. ولد ذكر وأنثى. يجي واحد يقول لك عندي 4 بنات وزوج أبناء. نعم. والمجموع يقول لك عندي 6 أولاد، هكذا يقول. 6 أولاد. نعم. ذراري كما نقول بالدرجة احنا نقولوا ذراري. إناثا وذكورا. وربي قال في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم. المشرع الجزائري استخدم كلمة الأحفاد، والموثقون الله يذكرهم بالخير للنوتير اختلفوا على ما اتفق. بعضهم قال لك نعم. احنا نفهموا من هنا طبقوا النص العربي، والنص العربي يعطي لأولاد البنت وأولاد الابن. نعم. هذه اللي طبق النص العربي وهو الأولى بالتطبيق. لماذا؟ لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر دستوريا. إذا نبحث عن موثق يورثهم بين 2 إذا أردنا. نعم. نسألوه أنت وش من. أنا عندي حل نقترحه الآن. نعم. والصنف الثاني من الموثقين الله يذكرهم بالخير طبقوا النص الفرنسي. الآن القاضي لما تأتيه القضية كيف يتصرف؟ طبعا فيها؟ القاضي واش يصنع؟ نعم. القاضي يعين يعني قبل تحرير المهنة. نعم. مهنة التوثيق هو الذي يحرر الفريضة. القاضي من نهار اللي تحررت مهنة التوثيق ولا الموثق خبير من الخبراء. نعم. يعني يصنع الفريضة. نعم. معنى القاضي يعين النوتير الموثق، والموثق ينجز فريضة والقاضي يأمر بتطبيقها. ولكن ممكن تروح عند هذا النوتير يورث أولاد البنات وهذا الموثق ما يورثهمش. لذلك أدعو بكل صراحة ووضوح لا بد من توحيد الفهم
لهذه الآيات. ما فيش اجتهادات قانونية دكتور؟ والله هذه المسألة فيها كلام كثير. فقهاء المحكمة العليا بصراحة أيضا حتى على مستوى المحكمة العليا كان خلاف، في خلاف للأسف الشديد. لذلك نطلب إن شاء الله تعالى أن الاجتهاد القضائي على مستوى المحكمة العليا يتوحد هذا الأمر، يفصل فيه، هذا حل. الحل الثاني عقد مؤتمر أو ملتقى على مستوى الجزائر يحضر الموثقين من أجل المختصون جميعا، نعم، توحيد الفهم لهذه النصوص القانونية. والحل الأجمل والأكمل تعديل هذه المواد القانونية باش تكون الحكم يكون واضح تماما. والذي ندعو إليه إلى توريث أولاد الذكور وأولاد الإناث. هذا باختصار. حياة بنتي أنا سمعت الجواب، روحوا المواد 169 حتى 172 معنا ولد خالتك يورثوا إن شاء الله تعالى طبقا لهذه القواعد. عبد الحق من البويرة يقول: تذكرت أنني لم أصلي صلاة الشفع والوتر حينما شرعت في صلاة الصبح، هل أقطع صلاتي أم أكمل وأترك الشفع والوتر؟ الجواب: أولا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. معناه الصلاة الأخرى اللي نصليوها صلاة الوتر. متفقين، هذا حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. اتفقنا. الآن نروح إلى الجواب عن سؤالك. الجواب كالآتي: أنت راك تصلي صلاة الصبح، راك أخرت الشفع الوتر، دخلت في صلاة الصبح، معنا صليت الرغيبة اللي هي الفجر كما نقولوا احنا رغيبة الفجر، وراك في صلاة الصبح وراك تصلي وحدك، وبعدين تذكرت هكذا من السؤال، تذكرت أنك ما صليتش الشفع والوتر. أنا نجاوبك ولكن بسؤال، نقول لك سي عبد الحق، إذا كان ما زال الوقت نتاع الصبح ما زال واسع، لأن نفتح قوس آخر، صلاة الوتر عندها وقت اختياري يبدأ من بعد صلاة العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى تمام صلاة الصبح، إلى طلوع الفجر الصادق. هذا الوقت الاختياري، يمتد الوقت الاختياري نتاع الوتر إلى غاية طلوع الفجر الصادق. والوقت الضروري لصلاة الوتر يبدأ من طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى تمام صلاة الصبح. اتفقنا. الآن نعود إلى السؤال، أنت راك تصلي الصبح وبعدين تفكرت ما صليتش الشفع الوتر. نقول لك الآن إذا ما زال وقت الصبح كافي يعني كبير، هنا اقطع صلاتك، اقطع صلاة الصبح وصلي الشفع ركعتين وصلي الوتر ركعة، وعود صلي رغيبة الفجر، ومن بعد ابدأ في صلاة الصبح اللي قطعتها وراك فريتها عادي. نعطي الاحتمال الثاني، وانت تعرف مثلا إذا كان الشروق مثلا على 7 و10 وانت شفت راك يا ربي تلحق الصبح نتاعك، يعني هنا صلي الصبح واترك صلاتي الشفع والوتر. واضح؟ نعم. إلى محمد من العاصمة: تحية المسجد والإمام على المنبر يخطب. دكتور، شوف سي محمد أخويا، إذا كان دخلت للمسجد ولقيت الإمام يدير الدرس، وحنا في الجزائر يا أخي كان درس الجمعة موجود على تراب الجمهورية، ودرس الجمعة مشروع 100%. اطمئنوا يا سادتي يا كرام. لو كان جاء سؤال ونجاوب بالتفصيل على هذا الموضوع في إشكال. بعض يقول لك هذه بدعة مش عارف ايه وكذا كلام، وبعض ما يديروش يعني نعم. لا يدرس. من خلال هذا المنبر المبارك نقول صلاة درس الجمعة مشروع، له أدلة شرعية ثابتة، لعله أن يثار في مساجدنا إن شاء الله. يعني هذوك حنا أثرنا في البرنامج، وإذا كان أثير إن شاء الله مرة أخرى نجاوب عليه بالتفصيل. إذا أنت مدعو من الآن لحضور الحلقة. خلاص موافق. ألبي. نعم. إذا يا سادتي يا كرام، إذا لقيت الإمام يدير الدرس من 1 حتى 21 1:30 صلي عادي، ولكن إذا لقيته في الخطبات خلاص ادخل واجلس واستمع. وإذا صليت تحية المسجد أيضا فلا حرج. إذا جلست لتستمع للخطبتين، وإحنا عندنا في المالكي الخطبتين يعني في مقام الركعتين. طيب باش نفهموا هذا الشيء، الخطبتان واللي يديرهم الإمام باللغة العربية لا بغيرها، باش نكونوا أيضا واضحين في هذه المسألة الأخرى، واللبيب بالإشارة يفهم هكذا. طيب أما إذا كان
حبيت تصلي ركعتين تحية المسجد فلا كذلك ولا حرج عليك، بشرط أن تتجنب المكان اللي تحرج فيه الناس. ماشي كما بعض الناس أخي محمد صاحي يروح يقطع الصفوف، يجي روطار متأخر ويروح يدخل في الجامع ويتخطى الرقاب نتاع الناس وكذا، ويوصل قدام الإمام ويصلي ركعتين. هذا حتى من حيث الذوق والأدب مرفوض. اجلس فقد أذيت اجلس فقد أذيت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الذي دخل يتخطى الرقاب. نعم هذا هو إذن الجواب. فإذا هذا لا حرج وهذا لا حرج، وننصح أن لا تصلي تحية المسجد، اجلس واستمع للخطبتين. نعم. بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب أيضا هناك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بأداء تحية المسجد، يعني ركعتي تحية المسجد عند دخول المسجد. وقد صاغ ابن عرفة الإمام المالكي ورد في الدسوقي ابن عرفة الدسوقي واش يقول: لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف. يعني أي مسجد تدخلوا تصلي ركعتين. ننتبه جيدا، هذه اسمها الفقهاء نافلة ذات سبب، باش يفرقوا هذه النافلة عن سائر النوافل. كما اللي يتوضا ويروح يصلي ركعتين، هذه نافلة ذات سبب، صليت ركعتين نافلة لأنك توضيت، بعد الوضوء صلي ركعتين. دخلت المسجد بسبب دخولك المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد. اتفقنا؟ أنت جالس وصليت، هذه مطلقة. عليك نور. نعم. طيب، أما أنه نجد نهيا آخر في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا النهي ينهانا عن أداء النوافل في أوقات معلومة. من هذه الأوقات من العصر إلى المغرب، هذا الوقت منهي، النافلة منهي عن أدائها في هذا الوقت. يعني يا ناس ما تصليوش النافلة بعد صلاة العصر إلى غاية ماشي أذان المغرب كما قال أخونا محمد، إلى غاية أداء صلاة المغرب. كي تصلي صلاة المغرب ثم صلي ما تشاء من النوافل، صلي رتيبة المغرب، الرواتب، تأتي الرواتب. ومن دخل بعد صلاة المغرب طبعا وقت الإباحة تاع النوافل يصلي ركعتين عادي. يا أخي محمد صار سبحان الله الزمان ما عندناش هذه المشاكل على بالك. نعم. زمان الناس كامل عارفين باللي ما كاينش صلاة ركعتين تحية المسجد بعد العصر نريحوا السلام، ولاني الناس تدخل تصلي ركعتين ويصلي عادي، يصلي حتى قبيل المغرب بدقيقة أو دقيقتين اللي هو وقت حرمة. وقت حرمة. نعم. وكاين بارك الله فيك كاين اللي يصلي قبل المغرب بدقيقة وقت الحرمة ويودون صلاة تحية المسجد. نعم. هذا باتفاق يعني العلماء، وهذا باتفاق العلماء. نعم. باتفاق المذاهب الأربعة. للأسف يا أخي ما تصليش، صلي بعد المغرب. بعد أذان المغرب، بعد الأذان. نعم. هل تشرع؟ والله شوف حديث البخاري صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء. يعني المسألة فيها خيار. نعم. فيها خيار. الذي نراه طبعا في الرأيين كيكونوا أكثر من رأي، واحد يختار يعني. نعم. الذي اختاره وأرتاح إليه ما تصليش إلى غاية ما تصلي المغرب. بعد المغرب خلاص. أما لماذا؟ لأنه في دائما شوف خاطر واحد يصلي ممكن إذا كان قلنا قبل الأذان بعد الأذان، وكاين اللي يوصل مازال ما أذنش الشيخ، يوقع في هذيك دقيقة دقيقتين قبل الغروب. نعم. مع الغروب هكذاك يروح يصلي. ممكن يصلي النافلة في وقت الحرمة فيقع في المحظور. لذلك الأفضل كي تصلي صلاة المغرب صلي ما تشاء من النوافل، وعندك بعد العشاء عندك وقت كبير جدا لأداء النوافل. 3 أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. نعم. اللي هما قبيل المغرب وقبيل الشروق. قبل الشروق. وعند الظاهرة عند قبيل الزوال. قبيل الزوال. نعم. في رمضان وبعد صلاة التراويح يرى بعض الناس بعد صلاة الوتر يتنفلون. أولا يا أخي محمد لابد أن تتبين يا أخي العزيز، ممكن كاين اللي يقضيوا الصلوات. راني معك يا أخويا. إذا كان هذون بعد صلاة الوتر اللي بغى يصلي صلاة النوافل بعد التراويح واش يدير؟ لا يوتر مع الإمام. خاطر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام أبو داود، حديث صحيح. لا وتران في ليلة، بمعنى إذا كان واحد بغى يكمل يزيد يصلي صلاة النافلة يصلي التراويح مع الإمام، كي يكمل هو ما يصليش الوتر، يوصل داره ولا حتى في الجامع يكمل يصلي براحته. أما إذا صلى الشفع والوتر مع الإمام خلاص النوافل انتهى. حتى يروح يرقد
وبعدين ناض مثلا استيقظ قبل الفجر قبل السحور يروح يصلي ما تيسر له بعد ذلك ولا حرج. أما بعض الناس يا أخي محمد ممكن يقضي الصلوات، يعني يكملوا التراويح وراه في الجامع وراه يقضي الصلوات عنده قضاء، فإذا كان قضاء فذلك مشروع. ربما رأى المواظبة على هذا يعني هكذا احنا نعطي نعم. احتمالين يعني نعم. باش نرفعوا كل إذن وإلا فالحكم فلا يصلي. نعم فلا يصلي. نعم لا يصلي. أنس من المدية قالت كنت ضحية زواج لزوجة ثانية لرجل أخدعنا بالدين. مرة قال اذهبي إلى بيت أهلك للزيارة فتركني عندهم إلى أن تم الطلاق. المسألة اللي ذكرتها هي قالت يعني تم الفصال تم الطلاق، ولكن تتكلم على المحكمة أنها ثبتت لهم الزواج العرفي وهو أنكر. نعم الجواب. نعم نجاوبك من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية. من الناحية الشرعية راكي زوجة ثانية بعقد شرعي يعني ما عندك حتى إشكال. وبالشهود يعني. بالشهود عادي يعني عقد زواجك راه مشروع. نعم. ما لا يتصور أن عائلة تدفع بنتها يعني بلا ما تشهد الناس على هذا الزواج. الله يبارك فيك. ولكن الإشكال يا أخي محمد صالح هذه اللي يغروا باسم التدين. نعم. هنا الكارثة لابد أن نكون صرحاء. كم من امرأة خدعت من قبل رجال مظاهرهم تنبئ بالسلم والسلام والأمن والأمان والخيرات والبركات. نعم. ولكن بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. شيء محزن جدا. صورة البشرية. يعني شيء محزن جدا. تجيك مرة تقول لك فلان خدعني، أنا شفته متدين في الظاهر متدين يخاف ربي، وفي الآخر يا مزوق من برا وشحالك من داخل. كارثة. نعم. كارثة كبيرة بزاف. نقول لهؤلاء الناس اتقوا الله عز وجل، ما تخدعوش الناس بمظاهر التدين. وهذا نسي كما يسمي الشيخ الغازي الله يرحمه التدين المغشوش، وأقوله عن علم ويقين. ومن كلماته الرائعة يقول إن التدين المغشوش يقدم الهزيمة ويصنع التخلف ويعيش الناس معه في حرج. وهذا من الحرج بعد ما راحت المواليها وكذا، وبعدين ولا تلقى روحها في موضوع الطلاق. الآن هي راضية بالطلاق. طيب راضية بالطلاق. نقول لك الجواب القانوني. شوفي يا أختي، من الناحية القانونية في قانون الأسرة الجزائري في المادة 22 في الفقرتين الأولى والثانية 22 شفاي عليها أن المشرع الجزائري يسمح بتسجيل عقد الزواج المغفل. هذا عقد زواج يسمى مغفل. علاه؟ لأنه هو عقد شرعي بالفاتحة الشرعية وكذا، ولكن غير موثق غير مسجل في الحالة المدنية. أغفل في تدوينه وتوثيقه. نعم. المطلوب أنه ترفع دعوة قضائية وراك رفعتها عادي، ويصدر حكم من القاضي يأمر بتسجيل عقد الزواج العرفي بناء على التاريخ الحقيقي للفاتحة. إصدار الحكم. إذن أكيد أن الحكم صدر بناء على شهادة الشهود بأثر رجعي يعود إلى التاريخ الحقيقي لعقد الزواج الشرعي. وبعدين الفقرة الثانية اللي مهمة جدا. نعم. هذه يعني أضيفت في التعديل اللي صار في 2005 في 27 فبراير. نعم. 2005 بالأمر رقم 0502. واش تنص المادة هذه؟ تقول بسعي من النيابة العامة. يعني النيابة العامة تحميك مادام ان شاء الله خليتي التليفون تاعك والا اتصلي بينا ما كاين حتى مشكله. انا اطمئنك من هنا. نعم. نقول لك باذن الله غير تسجل هذا العقد، وما لا زوجك ولا واحد اخر ما يقدر حتى واحد يوقفه. لماذا؟ لانه راك الان في حمايه القانون، بعد راك هي حمايه ربي سبحانه اولا، ثم في حمايه القانون. والفقره الثانيه هذه يقول لك يتسجل هذا العقد الذي اصدره القاضي في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة. يعني اطمئني. الإشكال في التسجيل الآن يتسجل لأنه النيابة العامة ولو رفض الزوج الزوج ما يقدر يدير ولا شيء. ممكن يعرقل يعني يتحايل. نعم. يتحايل، ولكن والله ما يقدر يدير ولا شيء. أطمئنك يعني. وإن شاء الله تواصلي معنا بعد الحصة إن شاء الله تعالى ونعاونك في هذا الشيء. الأمر بسيط جدا. نعم. يعني. ولكن للأسف بعض الناس هكذا يديروا عرقلة وبعدين الناس يخافوا. ما تخافوش، هذا الأمر قانوني واضح وحقك واضح جدا. نعم. دكتور، سؤال ورد إلينا قبل بداية الحصة عن قضاء الصلاة. قضاء الصلاة فيه يعني امرأة وامرأة تنازعوا في القضية هذه. الأولى قالت لها إذا انشغلتي بالعرس فتقدري ما تصليش، وقالت لها أن الصلاة إذا فات وقتها لا تقضيها. نعم. ماذا تقول على هذا الكلام؟ والله قول الظاهرية ابن حزم يقول بعدم
قضاء الصلاة الفائتة، يعني راحت الصلاة خلاص. هذا زجرا وليس يعني نعم تسهيل، ليس نعم تسهيلا كما يظن. زجرا. نعم لأنه ربي سبحانه يقول في سورة في سورة يقول في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإمامنا الإمام مالك رضي الله عنه في الباب الأول في الموطأ باب وقوت الصلاة، وبدأ بهذه الآية. نعم. يعني باب وقوت الصلاة، لكل صلاة وقتها. نعم. ولكن الرأي الذي نراه صوابا ومطلوب عند جماهير العلماء كامل أن ذمة غير المصلي، يعني اللي ما صلاش، مشغولة بالصلاة، معنى وجب القضاء، يقضي الصلوات الفائتة. والقضاء بطرق، من هذه الطرق من كل صلاة حاضرة تقضي الصلاة اللي فاتت. صليت الظهر اليوم صلي الظهر اللي فاتت، صليت العصر صلي العصر اللي فات، وهكذا. يعني في نهاية كل يوم راك قضيتي نهار. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن وقت ما حبيتي تقضي الصلوات، تقضي من الصبح مثلا، الصبح الظهر المغرب العشاء، العصر المغرب العشاء، أو تبدأي بالظهر وهي أول صلاة صلى النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام، الظهر العصر المغرب العشاء الصبح، وهكذا. أقضي يوم يومين 3 أيام واش قدرتي. ولكن أما هذه نتاع العرس كذا واش نقولوا فيها؟ نعم. إذا كان المرأة راحت راهي العرس وراهي مشغولة وراهي كذا، تكفي بصلاة اليوم هذاك، تصلي صلوات، لا تؤجل الصلاة الحاضرة. أما القضاء ليس شرطا أن تقضي كل يوم، ليس شرطا. إذا كان عندها ضيوف ولا عندها جنازة ولا راهي مشغولة عندها كذا، تصلي الصلاة الحاضرة، والقضاء تلقى وقت آخر وتقضي فيها الصلاة والسلام. هذا في قول الظاهرية. قصة يعني حدثت لي. ترويها لنا. نعم. كنت مع أحد الأصدقاء وكنا في سفر وفات وقت العصر فلم يصلي، يعني سألته أنت لم تصلي العصر؟ ذكر لي قول الظاهرية، فهو أخذه مأخذ التساهل. قلت قول الظاهرية هذا مبني على كفر تارك الصلاة، لا ينفعه قضاؤه للصلاة، ليس للتسهيل. فيعني الناس لا تفهم قواعد الفقهاء حتى من خارج المذاهب للأسف الأخرى. الشديد. نعم. واحد يخرج من مذهبنا نعم. يروح المذهب الآخر ويغرق. نعم. وبسوء هو ظنها تسهيلا عليه. ليس تسهيلا. قول ابن حزم نعم. ومن معه ليس تسهيلا، ولكن هو زجر وردع نعم. للمفرط في الصلاة. لا ينفعه قضاء. نعم. معناتها يعني ولو صلت نعم 1000 مرة. 1000 مرة. نعم. الله المستعان. السؤال موالي دكتور. أم محمد من فرنسا ذكرت لنا أنها كانت يعني يتيمة ورباتها إحدى الفاضلات رحمة الله عليها، وتركت صياغة من ذهب وأوصت بها لهذه اليتيمة اللي هي أم محمد. الآن سمعت لما قالت، يعني الورثة ما تدخلوا ولا نازعوها الأمر. نعم. إذن نقول لك هذه الوصية نافذة تتنفذ. لماذا؟ لأنه أنت لست وارثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، أنت لست وارثة، فبالتالي خلت لك هذا اللي أعطت لك، خلت هذه الوصية. إذن والورثة يعني سواء قبلوا ولا ما قبلوش، حتى لو كانوا يرفضون ما زاد على الثلث. أما في حدود الثلث لسنا في حاجة إلى موقفهم أو إلى رأيهم، ولكن مع ذلك نقول لهم شكرا لهم ما دام الورثة راهم راضيين، وانت قلتي سامعين كما سقسك محمد صالح، انت قلتي سامعين وراضيين يعني موافقين. إذن مبروك عليك هذه الصياغة، الله يبارك ما شاء الله. أما قضية الزكاة هنا مسألة أخرى. نعم. فإذا كان هذيك الصياغة هذيك تستخدميها للاستعمال لا زكاة عليك، ولو كان تستخدميها مرة في 6 شهور ولا 7 شهور ولا مرة في العام، المهم درتي نية أنه هذه تستخدميها تلبسيها ولو فقط النصاب. ولو فقط النصاب. إذا أخذت لك 200 غرام 400 غرام ذهب لبسي براحتك وما تزكيهاش، إلا إذا كان درتي في نيتك أنك تكتنزيها وكذا للادخار ثم عليها زكاة. نعم. من يتهم إنسان بالنفاق كارثة. هذه الأحكام كافر منافق أحكام خطيرة توزيع جدا. الأحكام هذه. توزيع هذه الأحكام والتهم، أو على بالك تقول منافق أو النفاق هذا واش معنى كما قال ربي في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شكون عنده كوراج اللي عنده قدرة باش يدخل واحد للنار يقول ترك في جهنم؟ ثم النفاق في أشكال، يعني في أصناف صور، كالنفاق العقدي هذا اللي مقصود بهذه الآية. النفاق العقدي المخرج من الملة. المخرج من الملة كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 يعني من علامات المنافق 3 من النفاق العملي، يعني هذا النفاق الأعمال. نعم. صافي يقول لك إذا وعد أخلف،
أعطاك موعد على 10 وصل 10 وربع تقول أنت منافق لأن درت ربع ساعة. نعم. لا، هذا نفاق عملي، وربما عنده عذر إلى آخره. فبالتالي الاتهامات هذه باطلة ولا تصح إطلاقا ولا تقال إلا ببينة قاطعة. صباح من سطيف. صباح من سطيف مطلقة هكذا. بالنسبة ل 8 مليون تاع وليدها هكذا. شوفي يا أختي الفاضلة، مادام 8 مليون نتاع وليدك، فإذا حال عليها الحول، لأنه النصاب كما هذه السنة 39 مليون و525 ألف، إذا كان حال عليها الحول وفي هذا الشهر أكيد كما قلتي يدور عليه العام، معنى تخرجي 2.5%. عندها زوج ملايين في 80. نعم، عندها زوج ملايين زكاة 2 مليون سنتيم. لا يعني هكذا كيف تقريبا 2 مليون 8 مليون. نعم، تقسيم 40 تقسيم 40 تلقى 2 مليون. نعم. يعني 20,000 دينار جزائري تعطيها الفقراء المساكين. انتهى الوقت. نعم، لا بأس. نعم، انتهى الوقت. دكتور شكرا لكم مشاهدينا الكرام. الأحد المقبل يلقاكم الدكتور سعيد في مثل هذا التوقيت.